قبل كل امتحان بنسمع نفس الكلام: ذاكر كتير، نام بدري، ما تتوترش. بس محدش بيقولك ازاي فعلا تتعامل مع عقلك قبل الامتحان. النهاردة خليني اقولك شوية نصايح مختلفة تماما، مش كلام تحفيزي. دي حاجات لو فهمتها هتغير نتيجتك حتى لو المذاكرة نفسها متغيرتش. النصيحة الأولى: ذاكر بعقلك مش بعادتك. يعني ايه؟ يعني اغلب الناس بتذاكر بطريقة واحدة طول عمرها حتى لو مش بتنفع. الصح انك تذاكر حسب نوع المادة، يعني مثلا لو مادة فهم راجع كأنك بتشرحها لحد تاني. طب لو المادة حفظ، اربط المعلومات بصور أو جمل قصيرة. طب لو المادة فيها قوانين، احفظ القانون وطبقه في كذا سؤال. الغلطة هي انك تذاكر الكل بنفس الطريقة، كده بتضيع مجهودك على حاجات مش مناسبة لطريقة مخك. النصيحة التانية: قبل ما تذاكر فعل مود المخ. يعني ايه برضو؟ في ناس بتقعد ساعتين تحاول تبدأ ومش قادرة. طب ايه السبب؟ لأن المخ مش في وضع المذاكرة، لسه موصلش ان هو يجبرك على انك تذاكر. ابدأ بحاجة صغيرة جدا زي مثلا مراجعة 5 سطور او سؤال واحد. مجرد انك تبدأ بس المخ بيغير حالته تلقائيا، دي اسمها activation energy. يعني ايه؟ يعني طاقة البداية اهم من طاقة الاستمرار. النصيحة التالتة: متراجعش وانت مرتاح. ايوه، الغلطة انك تراجع في نفس الظروف اللي بتخليك مرتاح. الامتحان مش جو مريح، في قلق، في وقت محدود، في ضغط، فالمخ لازم يتعود على الظروف دي قبلها. اعمل تدريب بسيط زي مثلا حط تايمر نص ساعة واقعد حل كأنك في امتحان. حتى لو في البيت هتتفاجئ ان المعلومة بتثبت اكتر لما تتعامل مع الضغط، لان المخ بيعتبرها معلومة نجاة، مش معلومة عادية. النصيحة الرابعة: ذاكر قبل النوم، بس مش كل حاجة. يعني النوم هو أقوى وقت إنك تنقل فيه المعلومات للذاكرة طويلة المدى. بس الغلط إنك تذاكر حاجة جديدة قبل النوم، لأن المخ هينقلها وهي لسه مش ثابتة فمش هتثبت. الصح إنك تذاكر مراجعة بس، أو حاجات انت خلاص فهمتها وعايز تثبتها. دي بتكون آخر حاجة تدخل دماغك قبل ما تنام، والمخ بيقعد يعيد تشغيلها وانت نايم كأنه بيحفظها من غير ما تحس. النصيحة 5: اعرف امتى تفصل. مش كل تعب يعني انك بتتقدم. ساعات لما تحس انك بتقرأ ومش فاهم ولا كلمة، ده طبعا مش كسل، ده ان المخ خلاص تشبع بالمعلومات. في الحالة دي لازم توقف فورا، لانك لو كملت المعلومة اللي هتدخل بعد كده هتطرد القديمة، فانت كده بوظت الدنيا خالص. افصل 10 دقايق، امشي شوية، اشرب حاجة وبعدها ارجع. المخ وقتها بيبدأ من جديد كأنك بتعمل ريستارت. قبل الامتحان أهم حاجة مش إنك تكون حافظ كل حاجة، لكن تكون فاهم نفسك وعارف ايه اللي بيشغلك وايه اللي بيوقفك. الهدوء مش معناه إنك مش خايف، الهدوء معناه إنك مسيطر على خوفك. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة. وياريت تكتبولي في الكومنتس ايه الحاجة اللي بتضايقكم في المذاكرة، وايه اللي واقف معاكم دلوقتي، وايه الأفكار اللي انتوا عايزينها أعملها المرة الجاية. سلام.